أحيانا أبقى أنا شخص طموح جدا 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 جدا، فألاقي إن طموحي إن أبقى مثلا مدير شركة، أو طموحي إن أبقى رجل أعمال كبير بعد سن معين، أو طموحي إن أعمل حاجة كبيرة جدا في وقت قليل. حلو. أحيانا بقى من كتر ما أنا طموح بتخيل إن كل اللي قدامي طموحين زيي، فأقوم أعوز إن اللي قدامي أو شريكة حياتي تحديدا، أو حتى الناس اللي أنا بصاحبهم يبقوا على نفس المستوى، يبقوا على نفس مستوى الطموح، على نفس مستوى التفكير، على نفس مستوى الطريقة اللي بعوز أدير بيها الدنيا. فروح خلينا في شريك الحياة الأول. فروح أعوز اللي أنا عايزة ارتبط بيها تكون طموحة زي، تكون بتعرف تبسطني، تكون شخص مليان بالأفكار العالية زي أفكاري. طيب، ناخدهم واحدة واحدة. مبدئيا الطموح مش حاجة وحشة، الطموح ده حاجة حلوة جدا، بس لو أنا عايز شريكي أو شريكة حياتي بنفس الطموح دوت. طيب، لو قلنا مثل بتاع أنا عايز أنبسط، عايز تبسطني، تكون على مستوى دماغي عشان أقدر أنبسط. حلو. طب هو أنت كراجل هتنبسط إزاي؟ مش عارف، بس أنا عايزة تبسطني، تكون على مستوى دماغي عشان تقدر تبسطني. ما هو أنا مش بنبسط، مش أي حد ينفع يبسطني بسهولة علشان أنا مستوى دماغي عالي. حلو. طيب، حضرتك بتنبسط إزاي؟ إيه الحاجات اللي بتبسطك؟ مش عارف. طيب، طب طموحك لغاية فين؟ it never end. أيوة it never end، ماشي، it's okay، أنت براحتك. بس الشخص اللي جاي لك ده إيه هو محتاج يفهم أنت فين في الخريطة، محتاج يفهم حضرتك عاوز إيه في الدنيا. لكن الحاجات المبهمة اللي مش باينة، اللي مش مفهومة، اللي هي مطلقة، ما بنبقاش ليها تعريفات عندنا، ما بيبقاش نافع ليها تعريفات. الشخص بقى اللي قدامي بيوصل له ايه؟ بيوصل له رسالة ان انت بشكلك وهيئتك وافكارك وطموحك انت غير مقبول بالمرة. ليه؟ لان انا عاوزك زي ما انا عاوز، مش زي ما انت عاوز تكون. انا عايزك على دماغي، انا عاوزك زي ما انا بفكر فيك. حتى لو انت موجود انا عايزك تتغير، عايز تتغير علشان تواكب طموحاتي، عشان تواكب احلامي، عشان تواكب افكاري، علشان تواكب حياتي، علشان تواكب كل اللي بفكر فيه. انت كده بشكلك، بهيئتك، بمنظرك مش مقبول على الاطلاق. فانت لازم تواكب انا، تواكبني انا، تواكب الطريقة اللي انا بفكر بيها. وبالتالي الشخص اللي قدامك هيبقى محتار انت عاوز ايه. طب لو انت عايزني اتغير، طب قبلتني ليه؟ عاوزني بالشكل ده ازاي؟ طب يا ترى لو اتغيرت وبقيت شبك فعلا هتقبلني، ولا هتلاقي نفسك مش طايقني لانه انا بقيت صورة ليك؟ مهم جدا يا جماعة ان احنا قبل ما نتعامل مع حد نبقى متأكدين يا ترى انا بتعامل معاه